السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الوقت احنا هنعمل طريقة مشي سهلة وبسيطة. لو عندك اي شوية لبن رايب في التلاجة او عندك لبن زيادة ممكن تحطيهم، تحط عليهم شوية فلفلة حمرا وشطة، وتحط عليهم كبشة ملح بس يكون ملح كويس، تضربيهم في الخلاط كويس معاكي. انا كان عندي الكمية ديت موجودة في التلاجة، كان لبن رايب، حطيتهم على بعض وضربتهم في الخلاط. وزي ما انتوا شايفين هو دوتي بعد ما تعمل هنجيب كمان شوية فلفلة وشطة وهنقطعهم مع بعض وهنحطهم في المش. وبعدين هنجيب لو عندك اي جبن، اي جبن في التلاجة، بواقي جبن تقوم حطها فيه، وبألف هنا على قلوبكم. ودي نتيجته بعد ما طلع، وبصراحة والله ما قعد لان هو كان جميل قوي قوي يعني، وكله لبن. انا كان عندي برضو جبنة كنت عاملاها حطيتها فيه، بينشف الجبنة كده وبيبقى طعمه حلو. حطيته في البرطمان الصغير ده، وبألف هنا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.